السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الدرس الأول في الوحدة التانية. طبعا في البداية كده هتلاقي جروب التليجرام محطوط عندك في الوصف، وهتخش في الجروب تسأل على القناة. أي حد من الأدمن هيبعتها لك، لأن القناة بينزل عليها كل حاجة. كل يوم بيكون في امتحان، شهادات تقدير، الكلام ده كله بيكون في كل شرح، والامتحان بينزل له فويس بعديه حل بالتفصيل. والدنيا جميلة، وكل يوم الجروب بيفتح لمدة نص ساعة اللي عنده أي سؤال، والدنيا جميله وزي الفل. فلو انت مش بتاخد درس تقدر يعني تنضم للجروب دوت، لو مش بتاخد درس خصوصي يعني. وان شاء الله يعني الحل والدنيا هتكون جميله معاك وزي الفل، ومش هتحتاج اي حاجه تاني. يلا بينا نبدا ونتوكل على الله، بسم الله. اول درس عندي هو النشاط الزراعي في مصر. هنتكلم عن النشاط الزراعي. الزراعه هي اهم حاجه. حتى اما اتكلمنا في الدرس الاول، اما اتكلمنا في التركيب الاقتصادي، كان عندي أنشطة اقتصادية وحالة تعليمية. قلنا الأنشطة الاقتصادية أهم نشاط عندي، الأكثر انتشارا، وهو النشاط الزراعي. يبقى أهم حاجة عندي النشاط الزراعي. ليه مهمة؟ الأكل، المم يا حبيبي، المم، الأكل ده أهم حاجة عندنا، تمام؟ فيبقى الزراعة دي أهم مصدر عندي، أكتر حاجة منتشرة، وأهم مصدر كمان أجيب منها دخل. فاحنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن 3 نقط. ايه هما؟ هنتكلم عن الزراعة، هنتكلم عن الثروة الحيوانية، هنتكلم عن الثروة السمكية. وكده يبقى الدرس بتاعك خلص. أهم حاجة فيهم الزراعة، عشان كده معلم عليها ايه، أهم حاجة الزراعة. الزراعة هناخد إن شاء الله النهاردة المساحة الزراعية، يعني ايه الكلام ده كله، العوامل المؤثرة في الزراعة، ايه هي الحاجات اللي بتأثر في الزراعة، ايه هي المحاصيل الزراعية. هناخد ان شاء الله 5 محاصيل وشوية محاصيل تانية كده ايه بسيطة. هناخد شوية معلومات على السريع كده عنهم، وكمان هنعرف الفرق بين المساحة الزراعية والمساحة المحصولية، وشوية حبشتكنات كده. بس اهم حاجة عايزك تعرفها في الدرس ده، واكتر حاجة، هي الزراعة. الباقي بقى اللي هو الثروة الحيوانية والسمكية دي يعني شوية معلومات كده ايه على السريع، ما فيهمش اي حاجة. فمش عايزين نطول، ويلا بينا نفتح كتاب الامتحان، ويلا بينا نتوكل على الله. بيقول لي: يعتمد الاقتصاد المصري على عديد من الموارد الطبيعيه والبشريه وطرق استخدامها من خلال انشطه في المجالات المختلفه، منها الزراعه والثروه الحيوانيه السمكيه. يعني عايز اقول لك ايه؟ عايز يقول لي ان الاقتصاد المصري بيعتمد بنسبه كبيره على الزراعه وعلى الثروه الحيوانيه والثروه السمكيه. بمعنى انك لو تفتكر اخدنا في الدرس الاول في التركيب الاقتصادي، لما اتكلمنا عن الانشطه الاقتصاديه والحاله التعليميه، اخدنا في الانشطه الاقتصاديه وقلنا ان الزراعه من اكتر الحرف المنتشره، يعني منتشره بنسبه كبيره جدا، واكتر الناس بيشتغلوا فيها. فالزراعه عندي مهمه جدا. واخدنا كمان في الدرس الثاني وقلنا ان عدد سكان الريف، حته مرتبطه بالدرس ده، عدد سكان الريف كانوا 47.3 مليون نسمه. اهوت 47.3 مليون نسمة، واللي هو كان بنسبة 57% تقريبا، يعني كان 57 ايه في المية من عدد السكان. يبقى عدد سكان الريف كانوا 57% من جملة عدد السكان. يبقى الزراعة مهمة جدا. طب هنا قال لك ايه؟ قال لك زراعة، ثروة حيوانية، ثروة سمكية، يعني بيتكلم عن الاكل، الطفح اللي انت بتطفحه، تمام؟ طب ما تيجي نتكلم كده عن الزراعة. بيقول لي الزراعة تعد من أهم الأنشطة الاقتصادية، لسه قايلين الكلام ده. يمارس عدد كبير من السكان، تزيد نسبتهم على 29% من إجمالي العاملين في مصر بيشتغلوا فين؟ في الزراعة، تمام؟ يعني الباقي بيشتغلوا في حاجات تانية، صناعة بقى، تعدين، معرفش ايه. اما 29% نسبة كبيرة جدا من نسبة العاملين بيشتغلوا فين؟ في الزراعة. تساهم بنحو 13.5 من جملة الناتج المحلي العام 2011. يعني بيقول لي ان الزراعة ديت بتساهم بنسبة 13.5% من جملة الناتج المحلي، يعني بتساهم في الدخل المحلي، الحاجة اللي انت محتاجها في الدولة جوه المحلي، يعني في الدولة بتاعتك. بيقول لي 13 ونص من نسبة من جملة الانتاج المحلي عام 2011. احفظ الارقام، قايل لك احفظ الارقام. ما حدش بيقول احفظ الارقام، وكله بيقول لك ما عليكش ولا رقم ولا اي زفت. بس اديني بقول لك اهوت، يعني انا حذرت كذا مرة. واكيد لو انت متابع معايا على الجروب، فانت ملاحظ حته اني بهتم بالارقام دي كويس قوي، وبحط الامتحانات فيها ارقام، فيا ريت يعني تهتم بيها عشان ما تلبسش اسود اسود في الاخر. تعالى بقى نخش في المساحه الزراعيه. بيقول لي بلغت مساحه الاراضي الزراعيه في مصر عام 2011 نحو 8.6 من عشرة مليون فدان. احفظ الارقام. قال لي تتوزع في المساحات الزراعيه، الاراضي الزراعيه دي تتوزع فين؟ الاقيها فين؟ قال لي والله تلاقيها في اراضي الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. تمام تمام. طب استنى كده، وادي ودلتا ومنخفض الفيوم، حلو. ادي تعالى كده نبص في الخريطه ديت. ادي عندي الوادي اهو، والدلتا
ومنخفض الفيوم هنا اهو، يعني عن ناحيه الوادي برضه. تمام، هيعتمدوا على ميه ايه؟ والله نهر النيل يعني، اكيد يعني مش ناقصين غباء. ادي وادي اهو نهر النيل ماشي هنا، فهنقوله هنا نهر النيل هيعتمدوا عليه. طيب ما تيجي نكمل. قال لي كمان في الواحات بالصحراء الغربيه. الواحه، قال يعني ايه واحه؟ الواحه اللي هتعتمد يلا بتجيب الميه من الارض. تمام، في الواحات بالصحراء الغربيه. طبعا انا مش عايز اطول في الكلام ده، فانت الواحات دي كلها تبص فيها وتحفظها. بصش اكتر من اسمك. تمام، الواحات دي كلها تتعليك حفظ. تمام، اديني بقول لك اهو. الواحات هتعتمد على المياه الجوفيه والساحل الشمالي. طب الساحل الشمالي هيعتمد على ايه؟ ما يجيش واحد ذكي ابن ذكي يقول لي هتعتمد على ميه البحر المتوسط. تمام، البحر المتوسط يا باشا، لو تفتكر ان قلنا البحر المتوسط ايه اللي قلنا؟ شمال الدلتا لو تفتكر، في تربه، في مستنقعات. تمام، جوده التربه اتكلمنا ان فيها قله السكان في الجهات الشماليه للدلتا عشان في مستنقعات، وفي ملوحه التربه. قلنا ليه ملوحه التربه؟ قلنا عشان في البحر المتوسط. فما يجيش ذكي يقول لي والله الحاجات الشماليه عشان في بحر متوسط، لا. الجهات الشماليه، الساحل الشمالي عشان عندك مياه الامطار. يبقى عندي اراضي وادي النيل، وادي الدلتا ومنخفض الفيوم هيعتمدوا على نهر النيل. عندك الواحات بالصحراء الغربيه هيعتمدوا على المياه الجوفيه. عندك الساحل الشمالي بيعتمدوا على الامطار. تحس ان هو مقسمهم لك اصلا يعني. تعالى دلوقتي ناخد ايه الفرق يا ترى بين المساحه الزراعيه والمساحه المحصوليه. بص يا سيدي وركز معايا. دلوقتي انا عندي ده مثلا نعتبره فدان. حلو، الفدان دوت يعني ده ايه؟ قلنا فدان. الفدان ده اما حد يجي يسالني يقول لي انت معاك ارض قد ايه؟ مساحه الارض بتاعتك قد ايه؟ اقول له والله معايا فدان. تمام، مساحه الارض الفعليه عادي فدان. لكن الفدان ده مره زرعته محصول الف، ومره زرعته محصول ب، ومره زرعته محصول ج، ومره زرعته محصول د في نفس السنه. يعني انا زرعت مثلا الالف، بعد كده زرعت ب، بعد كده زرعت ج، بعد كده زرعت د، بعد كده زرعت اي حاجه تاني. تمام، فما حد يجي يقول لي دول كام كده؟ دول أربعة. تمام، أربع محاصيل أنا زرعتهم. يبقى المساحة المحصولية اللي هي مساحة المحاصيل اللي أنت زرعتها، أنت زرعت قد إيه؟ والله أنا زرعت آدي فدان اتنين تلاتة أربعة، يبقى أنا زرعت أنا أربع فدادين. عشان دي ممكن يجيبها لك في مسألة في الامتحان إن شاء الله يعني، فيجي يسألك فيها. طيب دلوقتي لو محصول ألف ده أنا بدل ما أزرع فدان أنا زرعت نص، وده أنا زرعت نص، وده واحد وده واحد، يبقى أنا كده المساحة المحصولية بكام؟ هتقول لي كده أدي نص ونص يعني واحد، وأدي هنا واحد واحد يعني كده اتنين. يبقى أنا كده زرعت المساحة المحصولية بتاعتي تلاتة فدان. تلاتة كام؟ تلاتة فدان. يبقى المساحة المحصولية مساحة المحاصيل اللي انت زرعتها. ممكن يلعب لك بقى في الارقام ديت في الامتحان ويجيب لك بقى ايه، يحاول يتوهك. لكن المساحة الزراعية هي المساحة الفعلية بتاعتي، مساحة الارض بتاعتي قد ايه اصلا؟ ما فدان، نص فدان، قد ايه، وهكذا. يبقى احنا كده عرفنا المساحة الزراعية والمساحة المحصولية. قلنا المساحة الزراعية هي مساحة الارض الفعلية، الارض الزراعية الفعلية. المحصولية إجمالي مساحة المحاصيل اللي بنزرعها في كل المواسم الزراعية. كل المواسم الزراعية، تخلي بالك، مش كل موسم اللي هو معنى كده كل السنين، لا، مواسم زراعية خلال السنة الواحدة. تمام تمام، فإذا زرع الفدان في السنة مرتين، يعني لو زرعت محصولين في نفس السنة تصبح المساحة المزروعة فدانين، وهكذا. يبقى احنا كده خلصنا أول حاجة وهي المساحة الزراعية. تعال نخش في تاني حاجة عندي وهي العوامل المؤثرة في الزراعة. بص يا باشا، العوامل المؤثرة في الزراعة يعني ايه؟ الحاجات اللي بتأثر عندي في الزراعة. قال لي والله في عوامل طبيعية وفي عوامل بشرية زي ما بناخد على طول. العوامل الطبيعية قلنا ملناش دخل فيها، العوامل البشرية اللي هي بإيدينا من صنع الإنسان يعني. هناخد إن شاء الله في العوامل الطبيعية موارد المياه، ودي أهم حاجة قلناها. بعد كده هناخد التربة، بعد كده هناخد المناخ. تعال نبدأ بأول حاجة كده ونصلي على النبي وناخد موارد المياه. بص يا سيدي، بيقول لي من العوامل الطبيعيه اول عامل عندي موارد المياه. بيقول لي تقوم الزراعه في مصر على ثلاث موارد. يعني الزراعه عندي تقوم على ثلاث مصادر للميه. يعني في ثلاث مصادر بجيب منهم ميه بزرع بيهم. ايه هم؟ اول حاجه مياه نهر النيل، تاني حاجة المياه الجوفية، تالت حاجة مياه الأمطار. أول حاجة مياه نهر النيل ودي الأهم، تعتمد عليها الزراعة بنسبة 99%، يعني بنسبة بص كبيرة جدا، خاصة بعد تحول نظام الري الحوضي إلى نظام الري الدائم. إيه هو نظام الري الحوضي ونظام الري الدائم؟ بص يا سيدي، نظام الري الحوضي أو الري السطحي دوت بيعتمد على الفيضان. إنك مية بتبقى عندك كبيرة قوي، المية ديت انت بتعمل لها عملية تخزين، ام بعد ما بتخزنها بتقدر تسقي الاراضي الزراعية بتاعتك في اي وقت. معنى كده ان الري الحوضي ده ري مؤقت بيعتمد على الفيضان بس، مش ري دائم، يعني مش متوفر عندي طول السنة.
لكن الري الدائم بيسموه برضو الري التقطيري، ده بيعتمد على توفير الميه بشكل دائم. يعني الري الحوضي باختصار كده هو بيعتمد على تدفق المياه بشكل مؤقت وغير متواصل، يعني قلنا بشكل مؤقت، بينما الري الدائم بيعتمد على توفير الميه بشكل مستمر باستخدام قلنا تقنيات ايه متقدمه عشان يسقي الاراضي الزراعيه. معنى كده ان الري الدائم هو الافضل والري الحوضي مش افضل حاجه. فانت هنا بيقول لي مياه الانهار، مياه نهر النيل تعتمد الزراعه بنسبه 99% على مياه نهر النيل، خاصه بعد تحول نظام الري الحوضي لنظام الري الدائم، مما يؤكد ضروره الاهتمام بدول حوض النيل وتوطيد علاقاتنا بها والعمل على تحقيق التنميه بها وتنميه الموارد المائيه للنهر. يعني بيقول لك انك لازم تظبط العلاقات، بمعنى عشان ما يجيلكش زي اثيوبيا مثلا يجي عاملين سد بقى ويقرفوك، تمام؟ فانت لازم تعمل علاقات كويسه معاهم عشان ما يجيش واحد يجي عامل بيبي في الميه عندهم، ما ينفعش. فانت لازم تعمل علاقات كويسه عشان الدنيا تبقى كويسه والميه تجيلك بسلام وبهدوء والدنيا تبقى جميله وحلوه وزي الفل وتقدر تزرع، عشان الزراعه قلنا مهمه جدا. طيب تاني حاجه عندي المياه الجوفيه. قلنا المياه الجوفيه مين اللي يعتمد عليها؟ ارجع تاني كده، مياه نهر النيل مين اللي يعتمد عليها؟ يلا محافظات الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. طيب المياه الجوفيه، مياه جوفيه بتطلع من الارض يعني في الصحراء، تمام؟ عندي المصدر التاني اللي بتعتمد عليه ايه؟ الزراعه. تالت حاجه عندي الامطار، وقلنا ان الامطار بيعتمد عليها الجهات الشماليه، هو قال لك هو الساحل الشمالي بيعتمد على الزراعه، مش البحر المتوسط، سواء بطريقه مباشره او من خلال حفر ابار. يعني بتحفر ابار كده متوسطه العمق، اللي هو مش متوسطه يعني بسيطه جدا، يعني مش غويطه، حته بس ايه بسيطه قوي كده، هو تمام؟ بتحفر شويه صغيرين، تمام؟ وبتخزن الميه الامطار عادي، واما تعوزها تستخدمها بس كده. طيب ما تيجي نشوف بقى تاني عامل عندي، تعالى يلا بينا. تاني عامل عندي وهو التربه. قلنا من العوامل الطبيعيه اللي بتاثر في توزيع السكان، تمام؟ قلنا اول حاجه كان عندي التربه، قلنا لو في مناطق فيها سهول فيضيه فيها تربه خصبه هيكون فيها سكان. قلنا لو مناطق ما فيهاش تربه خصبه شبه الجهات الشرقيه والغربيه للدلتا وشمال الدلتا، واتكلمنا قلنا السهول الفيضيه مهمه جدا عشان بيقوم فيها الزراعه وبتكون سهول مناسبه جدا. يعني بيقول يؤثر نوع التربه على تنوع المحاصيل الزراعيه. يعني والله نوع التربه عندك ايه؟ في محصول عايز تربه طينيه، في محصول عايز تربه رمليه، في محصول عايز نسبه من العضويات، يعني نسب مختلفه. يعني اتكلمنا وقلنا في الجهات الشرقيه والغربيه قلنا عندي فقر التربه. قلنا ايه فقر التربه؟ يعني ما فيش كائنات عضويه تقدر تغذي التربه، تمام؟ فانت هنا في كل تربه كل محصول عايز نسب معينه يقدر ينمو فيه، عايز حراره معينه، عايز مطر نسبه ميه معينه، عايز بص ظروف معينه في كل حاجه عشان ينمو كل محصول. مع ان ما تقدرش تزرع كل المحاصيل في حته ارض، يعني ما تقوليش ازرع وازرع كميه المحصول كلها في نفس الارض، لا مش هتطلع فيها. في كل حاجه محصول بيختلف عن التاني. فهنا يؤثر نوع التربه على تنوع المحاصيل الزراعيه. يوجد في الاراضي الزراعيه المصريه نوعين من الرئيسيين من التربه، عندي تربه طينيه وعندي تربه رمليه. التربه الطينيه حتت تربه لما بتبقى متكتله كده بتشوفها، تمام؟ حته تربه كده جامده كده، لو اتزحلقت في الزحليقه هيطلع بص هتتبهدل. فالتربه الطينيه دي بتكون جامده متماسكه. حتى هنا بص بيقول لي ايه؟ تتميز بتجانسها حيث يتكون معظمها من الطمي النيلي، تمام؟ يعني ايه متجانسه؟ يعني بتكون ماسكه في بعضيها. يعني ايه؟ يعني والله انت ممكن تجيب ميه وتقعد تزقي كده اهوت، تقعد تكب عليها ميه كده فوق، تلاقي الميه مبرقه فوقيها، تمام؟ الميه ما بتنزلش تحت، التربه ماسكه في بعضيها كده، الحبيبات لازقه في بعض، تمام؟ لكن لو تيجي بقى شويه الميه دول في شويه رمله هتلاقي الميه نزلت. الميه اما بترشف على الرمله بتلاقيها نزلت اتسربت تحت. فعندي هنا التربه الطينيه بيقول لي متجانسه ومعظمها من الطمي النيلي. وخلي بالك ان هو بيقول لي توجد التربه الطينيه في وادي نهر النيل في الدلتا في منخفض الفيوم. يجيب لك بقى هو عشان هو عارفه قهطا وما بتشغلش مخك، فيجيب لك محافظه في السؤال، وهعمل لكم ان شاء الله شويه اسئله حلوه على الدرس ده. يجيب لك محافظه من محافظات وادي النيل، يجيب لك محافظه من محافظات الدلتا. طبعا انت يقول لك انه تربه طينيه تقول ما خدتهاش، ده كان مكتوب وادي نهر النيل والدلتا بس، ما انت كاتب اخطل وعايز ضرب الشباشب. نخش في تاني حاجه عندي التربه الرمليه. توجد في بطون الاوديه الصحراويه تربه رمليه في الصحراء. فبيقول لي هنا التربه الرمليه في بطون الاوديه الصحراويه تقدر تلاقيها في شمال سيناء، خلي بالك حدد لك شمال سيناء. تقدر تلاقيها في الواحات، تقدر تلاقيها في الساحل الشمالي في الصحراء الغربيه. طيب تتميز بايه التربه الرمليه دي؟ قال لي والله التربه الرمليه دي تتميز بانها خفيفه، الميه ترش شويه ميه تتسرب على طول، يعني تسرب فيها المياه بسرعه وتفتقر للماده العضويه، ما فيهاش مواد عضويه. احنا اتكلمنا قلنا الماده العضويه، قلنا ما عندي في الجهات الشرقيه والغربيه فيها فقر تربه، ما فيش يعني ما فيش املاح، ما فيش ماده عضويه كويسه تقدر تغذي التربه، ما فيش الكلام ده. فالتربه الرمليه الميه بتنزل بسرعه. طب انا اقدر استفيد ايه من الكلام ده؟ تقدر
تستفيد انك والله تقدر تزرع الرز مثلا عشان بيحتاج ميه كتير قوي في التربه الطينيه. ليه؟ هو عايز ميه كتير، فانت عندك التربه الطينيه متجانسه، الميه بتبقى فوق ما بتنزلش تحت بسرعه يعني، فتقدر تزرع في الحتت دي رز. طب التربه الرمليه، تشوف مثلا المحاصيل اللي هي مش عايزه ميه كتير تزرعها في التربه الرمليه. يبقى انا كده عندي نوعين من التربه الطينيه والتربه الرمليه، اتكلمنا ده فين وده فين. انت بقى ايه اللي عليك؟ اللي عليك انت كانسان عايز يحل وعايز يجيب درجه، ان تحفظ المحافظات كلها اللي في وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. هو هنا قال لك التربه الطينيه في وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم، فيجيب لك في الامتحان اي محافظه منهم ويحاول يوقعك. التربه الرمليه قلنا في بطون الاوديه الصحراويه شمال سيناء، الواحات عليك تحفظ الواحات. تمام، انا لسه قايل لك الواحات من شويه، قلت لك الواحات تتحفظ كلها. تمام، مش عايز اضيع وقت انا وفي الفيديو واقعد اقول لك دي واحد كذا ودي واحد كذا ودي واحد كذا، لا، تقدر انت تحفظهم مع نفسك باي طريقه كده عشان ما نضيعش وقت. والساحل الشمالي بالصحراء الغربيه قلنا فيها تربه رمليه، يقدر يجيب لك اي محافظه برضو من المحافظات بتاعت الساحل الشمالي، زي اسكندريه، زي مطروح، زي الحاجات دي. ثالث عامل طبيعي واخر عامل عندي وهو المناخ. يؤثر المناخ في الزراعه من خلال عناصر مختلفه خاصه الحراره والرياح والمطر. ثلاث عناصر، تمام، ثلاث عناصر: حراره، رياح، مطر. قال لي درجه الحراره يظهر تاثيرها في تحديد نوع المحاصيل المزروعه. انت عندك في محاصيل صيفيه ومحاصيل شتويه وفي كل محاصيل كتير قوي. تمام، يعني مثلا لو تفتكر في رمضان كنا كده لما كان بيجي في شهر 6 والحاجات دي كنا بنروح نشتري بطيخ. تمام، فمش كل البطيخ مش هتلاقيه في الشتاء، ففي محاصيل بتتزرع في الصيف وفي محاصيل بتتزرع تاني فين؟ في الشتاء. طيب، فهنا بيقول يظهر تاثير تحديد نوع المحاصيل المزروعه في نجل المناطق الحاره في الجنوب. يعني ايه في الجنوب؟ يعني فوق عند وادي النيل كده من تحت الحتت زي سوهاج وقنا والاقصر واسوان والكلام ده. المناطق الحاره في الجنوب تجود فيها محاصيل قصب السكر والذره. حتى لو حد فيكم بيروح للصعيد هيلاقي القصب السكر يعني مزروع بكميات كبيره عندهم يعني. المناطق المعتدله في الشمال، المناطق المعتدله ناحيه الدلتا والحتت اللي فوق ديت كده هو تجود فيها محاصيل القمح وبنجر السكر والشعير. الحاجات دي تحفظها شبه اسمك. تحفظ المناطق المعتدله في الشمال، يجيب لك بقى الاسئله هنا، يجيب لك يعمل لك ايه؟ يجيب لك محافظه من المحافظات بتاعه الشمال. تمام، يجيب لك المناطق الحاره، يجيب لك محافظه من بتاعه الجنوب. يقول لك محافظه مثلا سوهاج يجود فيها زرع ايه؟ تقول تحلف لي 100 يمين انك ما خدتهاش. اقول لك ما اقول لك من المناطق الحاره يهطل اللي هي في الجنوب. مين في الجنوب؟ عندك سوهاج. فما تقدرش بقى تقول الحاجات دي ما جاتليش مش موجوده في الكتاب. تمام، تبقى عايز ضرب الشباشب. طيب، تاني عامل عندي وهو الرياح. يظهر اثرها عندما تهب رياح الخمسين. رياح الخمسين دي لو تفتكر كانت بتيجي لنا رياح كده اهوت بتعمل حساسيه، رياح سخنه بتولع الجيوب الانفيه، فيها تراب وقرف وبلاوي سودا كتير، ترابه صفرة كده بتلاقيها بتملى الدنيا. يقول لك بتهب رياح حاره، تهب في فصل الربيع، تهب الرياح دي من الصحراء الغربيه، فالرياح دي بتكون وحشه جدا وتؤدي الى سقوط البراعم والازهار. يعني بتودي المحاصيل الزراعيه، ابقى انا انسان عماله ازرع واظبط الدنيا واجيب اسمده ومبيدات عشان تربي يعني الزرع عندي ما تبص، ويجي شويه رياح الخمسين تقعد تلف لك وتبوظ لك كل اللي انت عملته. زي ما انت بتقول لك بص، انت مش عامل نفسك راجل وبتزرع انا هبص انا هظبط لك الدنيا، فبتيجي مبوظه كل حاجه. رياح الخمسين يبقى هي رياح حاره، خليه يحفظ الكلام ده. رياح تحفظه شبه اسمك، رياح حاره بتهب في فصل ايه؟ فصل الربيع. تمام، رياح حاره تهب في فصل الربيع محمله بالاتربه والرمال. طيب كده نبقى احنا اتكلمنا عن الموارد الطبيعيه، الموارد المياه والتربه والمناخ. اخذنا كده العوامل الطبيعيه كلها. موارد مياه، قلنا عندي موارد مياه عندي ثلاث مصادر، قلنا عندي ميه نهر النيل، وقلنا عندي المياه الجوفيه، وقلنا عندي ميه الامطار. واتكلمنا عن التربه، قلنا عندي نوعين من التربه، تربه طينيه وتربه رمليه. واتكلمنا عن المناخ وقلنا اهم عناصر في المناخ الحراره والرياح والمطر. وقلنا كمان ان المناخ عندي الحراره مهمه جدا ورياح الخمسين اللي بتبوظ الدنيا. نخش بعد كده في العوامل البشريه عندي، ويلا بينا نبدا. اول حاجه نظام الري. ايه العوامل البشريه اللي بتاثر في الزراعه؟ قال لي اول عامل عندي نظام الري من العوامل البشريه. تعالى كده نشوف بيقول ايه. بص يا باشا، تحول نظام الري الحوضي في بدايه القرن ال19 لري دائم. في بداية القرن ال19 اهتم محمد علي بزراعة المحاصيل الصيفية وأقيمت العديد من مشروعات الري لتنظيم مياه الري. بص يا باشا، عايزك تعرف هنا احنا لسه قايلين ايه الفرق ما بين الري الحوضي والري الدائم، وقلنا ان الري الدائم هو الافضل لانه بيستمر معاك على طول، لكن الري الحوضي قلنا مؤقت. فمحمد علي قال لك اهتم بزراعة المحاصيل الصيفية وأقيمت العديد من مش عارف ايه يعني. المهم يعني انه عايز يقول لك انه اهتم بالري الدائم عشان يكون عنده ري طول السنة، ما يكونش عنده ري مؤقت في فترة وتخلص. يعني عايز يقول لك ان محمد علي في محاصيل عنده بيزرعها في الصيف بس، فانت عندك مثلا جفا هضاب بيجي في فتره مؤقته، فانت عايز الميه دي على طول فتره دايمه، فهتستخدم قال لك ايه؟ الري الدائم. قال لي واقيمت العديد من مشروعات الري لتنظيم مياه الري. اقيمت العديد من مشروعات الايه؟ الري. تعال نشوف ايه هي المشروعات بتاعه الري اللي عندي عشان تنظم الميه. تعال نشوف نظام الري. عندي ترع وعندي قناطر وعندي سدود وخزانات. تعال دلوقتي ايه اشرحهم لك في الحته الفاضيه دي. دلوقتي يا سيدي انت عندك حته المكان ده كده، تمام. نهر النيل ماشي كده، وانا عايز ازق حته الارض بتاعتي ديت، اعمل ايه؟ قال لك والله هتحفر ترعه.
الترعه دي يمشي فيها الميه كده وتسقي الارض بتاعتك. الموضوع سهل ما فيهوش اي حاجه. طب القناطر؟ قال لي بص، القناطر انت عارف ان الميه بتاعت النيل بتيجي من تحت كده، تمام، بتبقى طالعه كده لفوق. فانا الحته ديت مثلا الميه قليله قلت، فانا اعمل قناطر، تمام، بحيث ايه؟ بحيث مثلا انا عايز الحته دي مثلا عايز ميه، تمام، هاجي القناطر دي عامله ازاي؟ يعني سد كده، تمام، ما انت شايف كده سد. السد ده يا باشا بيكون فيه فتحات، يكون فيه فتحات. الفتحات دي بتبقى مفتوحه عادي. طيب لو الميه قلت، لا انا عايز اوريدي عايز ازرعها، عايز ازق الدنيا اللي عندي، فانا هاجي قافل الحتت اللي انا فتحتها ديت، تمام، هاجي قافلها بقى، هاجي قافل القناطر ديت، البوابات ديت، هاجي قافلها. اما تتقفل عندي الميه، ما هي وماشيه كده اهوت، هتفضل تتملى هنا اهوت، تمام، الميه هتفضل تعلى 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 تعلى. طب واما تعلى الميه هتيجي على الجنب ده والجنب ده، تمام، يعني ايه على الجنب؟ إيه؟ انت طبعا هتكون عامل ترع، فتقدر الميه تمشي في الترع وتسقي الاراضي اللي انت عايز ايه، اللي انت عايز تسقيها عندك بالميه. تمام تمام. طيب السدود والخزانات؟ قال لي والله عندنا، هناخد دلوقتي ايه السدود والخزانات وكل حاجه اللي عندنا دلوقتي، بس انا بقول لك يعني بشرح لك على السريع. السدود والخزانات انت والله بتملى عندك ميه زي السد العالي كده اهوت، بحيث ان بتخزن الميه، يعني بتخزن الميه عندك بحيث لو ما فيش ميه لا قدر الله تقدر تفتح السد بتاعك وتسقي الاراضي اللي عندك عشان ما يحصلش عندك مشكله. هو هنا يا سيدي بيقول لي ان الترع قنوات مياه اصطناعيه تشق لتوصيل مياه الانهار الى الاراضي الزراعيه، ما جبناش حاجه جديده. طيب بص بقى هنا اهوت، ثواني كده. انت شايف البتاعه دي تحفظها شبه اسمك. مستر الحاجات مش علينا، ما حدش قال لنا حفظ، انا بقول لك احفظها، مالكش دعوه بحد. تمام. عندك ادي ترعه الاسماعيليه، ترعه الابراهيميه، هو اللي جايب لك، هو جايب لك ترعه الابراهيميه والاسماعيليه والنوبليه. ادي ترعه الاسماعيليه شرق الدلتا، ترعه النوبليه غرب الدلتا، وترعه الابراهيميه اللي هي عند الوادي. تمام، دول اللي عليك حفظ، بس انا بقول لك كله تحفظهم، هو جايب لك دول لكن كله تحفظه. عندك هنا هوت ترعه المحموديه، فوق النوبريه محموديه. عندك هنا هوت قلنا دي ترعه الابراهيميه اللي بالطول دي. عندك هنا عند سوهاج سوهاجيه، فوق ثانيه قنا عندك الجرجيجاويه، وعندك تحت ثانيه قنا ترعه اصفون. تمام، فالحاجات دي كلها تحفظها. انا ممكن اعمل لك اغنيه واطبل لك دلوقتي، بس احنا في رمضان وزوري يعني ايه فاهمني، فراعي يعني شويه. فيبقى انا عندي ترعه الابراهيميه في وادي النيل، خلي بالك ترعه الابراهيميه في وادي النيل، يجيب لك محافظه من محافظات وادي النيل ويلعب في الحته دي. المفروض تكون عارف كل محافظات وادي النيل ومحافظات الدلتا والشمال ايه والجنوب ايه، بص، عشان ما يجيبلكش محافظه تقول انا ما خدتش الحاجات دي قبل كده. ترعه الاسماعيليه عند شرق الدلتا، ممكن يجيب لك محافظه من محافظات شرق الدلتا ويلعب لك عليها، يقول لك ترعه الاسماعيليه بتغذي انه محافظه من دول، هتلطم وقتها تقول لي لا ده موجود عندي شرق الدلتا، كلمه شرق الدلتا اللي في الكتاب، انا ماليش دعوه يا حبيبي. هو شرق الدلتا دي شرق الدلتا في محافظات، فانت المفروض تحفظ المحافظات اللي فيها. ترعه النوبريه غرب الدلتا، احفظ المحافظات برضو اللي غرب الدلتا. تعال نخش في اللي بعده، القناطر. قلنا حواجز مائيه لها بوابات زي ما قلنا، تنشا في مجرى النهر وتعمل على رفع منسوب المياه زي ما اتكلمنا برضو، لتصب في الترعه المتفرقه. انت بتكون عامل ترعه فالميه بتعلى فبتيجي يمين وشمال تملى ايه الترع وتسقي الميه. قال لي بص بقى عندي قناطر، زي عندي قناطر القناطر الخيريه وعندي قناطر اسنا، اكيد موجودين في الخريطه تدور عليها، اهي قناطر اسنا بس مش عايز يعني نضيع وقت. والقناطر الخيريه تقريبا فوق عند الدلتا كده اهوت اهي، ادي القناطر الخيريه اهي. فانت المفروض تحفظ دول يا باشا كلهم وتحفظ اماكنهم، تمام، عشان هجيب لك طبعا انا في الامتحانات اللي بعملها لك كل يوم ديت، هتلاقي امتحان كده اهوت، هتيجي تقول لي الحاجه دي جت منين، شبه اللي كان امتحان امبارح اما حاطط لك البحيرات المره، وقعدت تقول لي دي مش موجوده عندي في الكتاب. تمام، فذاكر كده عشان ايه الدنيا تبقى جميله. السدود والخزانات عندي خزان اسوان، تمام، انشئ عام 2000 1902. دي السد العالي بدا العمل في انشائه عام 1960 وتم افتتاحه في 1971. يعني قعدوا كام سنه يلا يبنوه؟ والله قعدوا 11 سنه. الحاجات دي تحفظها. ويقع إلى الجنوب من خزان أسوان بنحو 6.5 كيلومتر، ويخزن المياه تخزينا دائما في بحيرة السد. ادي بحيرة السد، ادي السد العالي، وادي خزان اسوان. نخش بعد كده في نظام الصرف. نظام الصرف عندي دي تاني حاجه، تاني عامل بشري بيأثر في الزراعه. عندي بيقول لي نظام الصرف في عام 1903. يعني ايه صرف؟ بص يا حبيبي، الصرف اللي هو انت عايز تصرف الميه، انت عندك ميه زياده وانت مش عايزها مش محتاجها فانت عايز تصرفها. فبيقول لي في عام 1933 بدأ الاهتمام بتحسين الصرف الزراعي، مما ادى الى تزايد اعداد المصارف وتزايد اطولها. بيقول لي تزايد اعداد المحطات الصرف خاصه في الدلتا. خاصه فين؟ في الدلتا. يجيب لك محافظه من محافظات الدلتا، ركز، واهم مصارفها، اهم مصارف الدلتا. بحر البقر، روح استحمى فيه لو انت مش مركز. شرق الدلتا. زفتة، مش قصدي عليك يا اختي، مش قصدي عليكي. وسط الدلتا، تحفظ ده فين وده فين، مش ناقصين هطل. ايتاي البارود غرب الدلتا. يبقى شرق الدلتا بحر البقر، روحوا استحموا فيه. ايتاي البارود غرب الدلتا. زفتة وسط الدلتا.
بص هنا بيقول لي ايه، نتيجه لاتباع مصر نظام الري الدائم. يعني ايه نظام الري الدائم؟ قلنا انت بتزرع على طول، الميه بتملي على طول. فبيقول لي يتسرب جزء من المياه لبطن الارض ويرتفع منسوب هذه المياه، مما يؤدي الى ارتفاع نسبه الاملاح في التربه ويسبب اضرارا بالمزروعات. ولحل هذه المشكله يتم انشاء المصارف للتخلص من المياه الزائده عن حاجه الارض الزراعيه. يعني ايه؟ يعني انت بتدي الارض ميه كتيره، فانت عندك هنا حته ارض اهي، الارض انت قعدت تديها ميه تديها ميه تديها ميه، تمام؟ فانت قعدت تدي الارض ميه، الارض اتشبعت، حصل لها حاله من التشبع. فانت الارض اتشبعت، فانت لما الارض قعدت تزقي فيها تزقي فيها، ايه اللي هيطلع لك فوق؟ والله اللي هيطلع لك فوق، اللي هيتفضل لك فوق عندك، هتلاقي هنا في نسبه املاح. نسبة ايه يا حبيبي؟ اهي نسبة كده فوق املاح، الاملاح هنا هتترسب. اما الاملاح تترسب هتبوظ لي التربة. طب انا عايز اتخلص من الاملاح ديت، فهنعمل انظمة صرف اللي احنا بنتكلم فيها عشان تصرف لي المية الزايدة اللي انا مش محتاجها. طيب تالت عامل عندي وهو العمالة الزراعية. تعد اساس قيام النشاط الزراعي في مراحل مختلفه. اهم حاجه قلنا العماله الزراعيه، قلنا اهم حاجه في مصر، قلنا لو تفتكر في اول درس جايب لك ايه، قال لك مصر غنيه بالسكان، تمام؟ قلنا اهم حاجه السكان، التنميه يعني سكان، اي زفت عايز تعمله يعني سكان. يبقى العماله الزراعيه اساس قيام النشاط الزراعي في مراحل ايه مختلفه. نسبة العاملين في الزراعة في تناقص مستمر، حيث بلغت عام 1976 نحو 48% من إجمالي العاملين بمصر، وانخفضت ل 29% عام 2011. ليه العمالة بتقل؟ لو تفتكر يا اسطى قلت لك بسبب الهجرة. الهجرة، انت الناس بتسيب الريف وتروح في يعني بتسيب الحتت اللي هي المحافظات الزراعية. يعني الناس بتسيب سوهاج ويروحوا اسكندرية. وقلنا يعني ايه؟ يعني اما يروحوا اسكندرية، تعالى كده نرجع على السريع، يروحوا اسكندرية يبقى ارتفاع نسبة الذكور في اسكندرية، الاناث تزيد في سوهاج، تمام؟ في المحافظات اللي هي الطاردة للسكان. فانت عندك الناس بتسيب بسبب الهجرة، يعني فبسبب اللي شغالين في الزراعة عايزين فلوس اكتر، عايزين دخل اكتر، فبيروحوا يشتغلوا في المحافظات اللي يعني يعتمدوا على الانشطه الاقتصاديه زي الصناعه وهكذا. ممكن برضو عندك الهجره الخارجيه. معظم اللي بره اكترهم فلاحين، يعني اكتر اللي بره في الخارج اللي هم اللي كانوا شغالين في الزراعه، ابائهم يعني كده كانوا شغالين في الزراعه، فتلاقيهم النسبه ديت اللي هم مسافرين بره يعملوا فلوس ويرجعوا تاني. بعد كده عندي السياسات الحكوميه. للسياسات الحكوميه دور مهم في المجال الزراعي في مصر، حيث يتضح اثرها تحديد المساحات المطلوب زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجيه. يعني ايه محاصيل استراتيجيه؟ بص يا حبيبي، المحاصيل الاستراتيجيه اللي هي اهم محاصيل. يعني يقول لك عنصر استراتيجي، اما كده اي حد يتكلم في اي حاجه يقول لك عنصر استراتيجي، يعني العنصر ده عنصر مميز كده، لا عنصر مهم عندي. طب ايه المحاصيل المهمه؟ الطفح اللي انت بتطفحه اللي هو القمح، تمام؟ القمح اللي انت كل يوم تروح تجيب عيش ده، تمام؟ فده اهم عنصر. عندك القطن، القطن مهم عشان تعرف تلبس هدوم كويسه. الحاجات المهمه قوي ديت المحاصيل الاستراتيجيه، الاكل اللي انت بتاكله، تمام؟ فبيقول لي هنا هو تحديد مساحه مطلوب زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجيه. تقدر تحدد المساحات بحيث ما يحصلش عندك نقص ويحصل عندك مشكله في نقص الموارد، ما تقدرش تلبي حاجه احتياجات السكان، واتكلمنا عنه ده في الدرس الاول في الوحده الثالثه. تاني حاجه عندي تنظيم الضرائب ودعم المزارعين من خلال الجمعيات الخيريه. يعني تنظم الضرائب، ما تجيش واحد مثلا تقول له عليك ضرائب، يبقى تقول له مثلا عليك 50,000 جنيه مثلا ضرائب، وهو اصلا اللي بيبيعهم كلهم ما يجيوش ب 40,000، وانت تقول له عليك 50,000. لا، فانت لازم تنظم الضرائب بطريقه عادله، طريقه بسيطه كده وحنينه، تظبط الدنيا عشان ما يحصلش مشاكل، وكل اللي شغال في الزراعه كل اللي عنده حته ارض يقفلها ويبيعها لاي حد ويبنوا عليها عماير، والزراعه عندي تقل ويحصل عندي مشكله. فانت تنظم الضرائب، تدعم المزارعين دول من خلال الجمعيات الزراعيه. يعني تشوف الحاجات اللي هم محتاجينها، عايزين ايه المحاصيل تقدر توفرها لهم، الكلام ده كله تقدر تدعمهم عشان الدنيا تبقى سهله عليهم وجميله، وتفضل الزراعه بسم الله ما شاء الله يعني ايه شغاله وكده. تالت حاجه عندي متابعه مشروعات الري والصرف الكبرى. يعني تشوف المشاريع بتاعه الري، في اراضي هنا محتاجه ترعى، واحد هنا عايز يعمل صرف، يعني تشوف الدنيا محتاجه ايه وده محتاج ايه، وتقدر تعملها من دلوقتي عشان المزارعين ما يواجهوش عندك اي مشكله والدنيا تبقى زي الفل.